فهاد الفيديو هذا غادي نهضر مع الناس فقط اللي باغا تخدم بالفاميلي فريندلي، سواء الناس اللي ديجا حاطين العقار ديالهم على البلاتفورم او حتى الناس اللي باغيين يحطوا العقار ديالهم على البلاتفورم ديال اولترا هاوس. فعافاكم ليسباس ديالكم اللي باغيين تخصصوه فقط للعائلات، فضروري خاصكم تحترموا بعض المعايير باش تستقبلوا العائلات. فاول معيار اللي هو النظافه، فانتم عارفين باللي النظافه مهمه بزاف في هذا الدومين باش تستمروا فيه. ثانيا غادي نهضر على الكوزينه، لانه العائلات معروف عليهم كيطيبوا، فواجب عليكم انكم تكونوا عندكم الاساسيات ديال المطبخ. ثالثا وهذه نصيحه، فعافاكم من الافضل يكون عندكم سرير ديال الدراري الصغار اللي غادي تشوفوه هنايا. هذا السرير هذا مهم بزاف لبعض العائلات، فاللي ما عندوش الصراحه فكيضيع النوعيه ديال الناس اللي عندها البيبي انها تجي عنده. رابعا الا كان ممكن انكم تخليوا واحد ليسباس وديروا فيه شويه ديال الالعاب بحال بارشيزي، بحال الشطرنج، بحال الاونو، الكارطه. فهاد الحوايج هادو كيبانوا لكم بساط ولكن مهمين بالنسبه للعائله. بطبيعه الحال صوروهم وحطوهم في لانونس ديالكم وتشيروا لهم في الامينيتيز انهم راه كاينين عندكم. عافاكم واحد الحاجه اللي مهمه بالنسبه للناس اللي عندهم عقار كاين في الطوابق عاليه، عافاكم ديروا واحد الكرياج في الشراجم ديالكم، لانه شحال من مره سمعنا فاجعات كيطراو، كيكونوا الوليدات كيطيحوا من الشرجم. فنتايا باغي تستقبل عائلات، فمن الافضل انك دير واحد الكرياج في الشراجم ديالك. وقبل ما نسالي هذا الفيديو بغيت نقول لي هوست ديالنا، حاولوا ما امكن ما تحصروش العقار ديالكم في واحد الكاتيجوري، يعني ما تخليوش فقط غير الفاميلي فريندلي. حاولوا ما امكن انكم تختاروا بزاف ديال الكاتيجوريز، لانه باش ما اختاريتي الكاتيجوريز بزاف باش ما وسعتي المجال ديال العقار ديالك يستقبل بزاف ديال الضيوف، وكتزيد الفرص ديال انك تكري داك ليسباس ديالك.